فضلت ماشي وراها لحد ما وصلتني للمكان ده، وهنا آخر مرة شفتها، وهنا اختفت، وهنا ما قدرتش أكمل. في المكان ده اختارت إنها تبعد عن البشر، في المكان ده اختارت إنها تحافظ على أولادها، في المكان ده ورغم اختارته هي شايفة إنه أأمن من البشر. في المكان ده مش هتلاقي أطفال يلعبوا بعيالها لحد ما يتسلوا بيهم ويزهقوا منهم وفي الآخر نهايتهم يكونوا مربوطين بحبل لحد ما يموتوا. في المكان ده مش هتلاقي أي جهة مسؤولة تيجي عشان تتخلص منهم وبكل سهولة. كل اللي قدرت أعمله إن أنا أسيب لها طبق أكل عشان تطلع تاكل براحتها، لأنها للأسف الشديد خايفة من البشر، خايفة من البني آدمين. تعالوا أحكي لكم الحكاية. المفروض إن أنا كنت بجهز لفيديو جايب معايا بواقي أكلي، وكنت بضيف عليها دراي فود عشان أزور كلبة كلكم عارفينها كويس، جميلة. عارف انت المثل اللي بيقولك بتكون في بقك وتقسم لغيرك؟ أو المثل ده اتطبق حرفيا في القصة اللي هتسمعوها دلوقتي. بعد ما جهزت الطبق وأضفت للطبق شوية دراي فود في طريقي وأنا بدور لجميلة وماسك الموبايل عشان أصور لكم، اتفاجئت بالهيكل العظمي اللي قدام حضراتكم ده. نظرتي لأي كلبة بنفس المواصفات اللي قدامكم دي اختلفت بعد الظروف اللي مريت بيها. الظروف دي أغلبكم عارفها كويس جدا، هو غياب قمر عن حياتي. بدون أي تردد حطيت الطبق قدام المسكينة اللي قدامكم دي، كلبة والدة وهيكل عظمي. المسكينة من كتر ضعفها ومن قلة الأكل بقت هيكل عظمي. لكم أن تتخيلوا من المشاهد اللي قدام حضراتكم دي قد إيه الكلبة كانت ميتة من الجوع، قد إيه الكلبة كانت جاية عند صندوق الزبالة على أمل إنها تلاقي فتات خبز تسد بيها جوعها وتروح ترضع جراويها. المسكينة من شدة الخوف بتاكل وهي مرعوبة، بتاكل وهي بتتلفت حواليها، بتاكل وهي في قمة الخوف من الإنسان والحيوان. لو ما كنتش حطيت لها الطبق وسبتها ومشيت ما كانتش أكلت، كانت هتفضل خايفة مني، كانت هتفضل مرعوبة مني. ولما بعدت عنها عرفت ان انا مش هشكل خطر عليها. بدأت يا حبيبتي تاكل وما ادتنيش اي اهتمام، والحمد لله انها بقتش خايفة مني، ولكن مازال الخوف مسيطر عليها. خايفة لا يجي كلب تاني ياخد اكلها، خايفة لا يجي كلبة تانية تضربها وتاخد اكلها، خايفة لا يعدي انسان تاني ويحاول يأذيها. اشارة جسمها وديلها اللي بين رجليها كفيل يوصل لكم قد ايه هي في قمة الرعب. في اللحظة دي قعدت افكر الناس اللي بتقولك الكلاب بتأذينا، الكلاب بتعضنا، الكلاب بتاكلنا. في اللحظة دي قعدت افكر في الجهات المسؤولة اللي للأسف الشديد لما بتيجي تتخلص منهم ما بتفكرش في عذابهم، ما بتفكرش في ألمهم، ما بتفكرش في المعاناة اللي بيعانوها عشان خاطر ياكلوا ويشربوا، ما بتفكرش في أولادهم اللي هيرجعوا لهم عشان خاطر ما يموتوش. جرية الخوف والرعب اللي حضراتكم شفتوها دي لمجرد بس ان في شخص جاي على المكان. حضراتكم متخيلين كمية الرعب اللي جواها لمجرد بس شخص قرب من المكان. قررت اكمل الطبق دراي فود واعرف مكانها، اعرف المكان اللي هي والدة فيه، المكان اللي هي عايشة فيه. فضلت ماشي وراها لحد ما وصلتني للمكان ده، ولحد هنا ما قدرتش اكمل لان المكان غير مؤهل ان انا امشي فيه. زي ما حضراتكم شايفين المكان خطر جدا، واكيد فيه زواحف ضارة في المكان، ولكنهم بفضل الله بيعرفوا يحموا نفسهم من الزواحف الضارة، لكن انا ما بعرفش. الكلبة دي لو كانت خايفة مني ما كانتش عرفتني مكان جراويها. فضلت سامع صوت جراويها من بعيد ولكني مش قادر اقرب. في الوقت ده قعدت افكر في طريقة ان انا اساعدها بيها، مش مساعدة لمرة واحدة، ان انا اساعدها باستمرار. قررت اسيب لها الطبق عشان خاطر تطلع تكمل اكلها، عشان خاطر تشبع وتروح تاكل جراويها. وبعد ما اتاكدت ان في مجرى مائي تحت الشجر بتشرب منه اطمنت عليها، سبتها تاكل وتشرب في سلام. بعد كده نزلت لصاحبي وصديقي مصطفى المسؤول عن المغسلة، المكان اللي شفتها فيه والأول مرة عند صندوق الزبالة. قررت ان انا اديله كمية دراي فود عشان خاطر اول ما يشوفها جاية تدور على اكل يروح يديها الكيس تاكل براحتها، تاكل لحد ما تشبع. مصطفى من الناس المحترمة اللي بتساعدني في الحيوانات اللي موجودة في منطقته. مصطفى بيأكل حيوانات منطقته كلها هو والناس اللي موجودة كلها في المحطة. وريت لمصطفى جزء من الفيديو عشان يعرف شكلها كويس قوي، وقعدت اشرح له هي بتيجي فين وبتدور على اكل فين وبتروح فين. مصطفى رحب جدا بمساعدة الكلبة بعد ما شاف منظرها، بعد ما لقاها هيكل عظمي، وبعد ما عرف ظروفها. من نعم ربنا علينا انه زرع في قلبنا الرحمة. مش شرط الرحمة دي بتتحرك لإنسان ولا حيوان، المهم إن قلبك فيه رحمة، واللي في قلبه رحمة يستحق رحمة الله عز وجل. أما بالنسبة للي مهتم بقصة جميلة وعيالها يستنى القصة اللي جاية، يستنى الفيديو الجاي.